عيطي، ادخلي في أوضة وافضلي عيطي، صرخي، افتكري كل الوجع اللي عدى عليكي وعيطي. عيطي جامد، وانتي بتعيطي هتلاقي كل المشاعر السلبية وكل الحزن اللي جواكي ابتدوا يطلعوا. هتلاقي نفسك بتاخدي قرارات كتيرة: أنا هبعد، أنا مش هذل لنفسي، أنا مش هدور عليه، أنا هفوق، أنا هفوق لنفسي، أنا هبدأ أهتم بنفسي. خلي جنبك في اللحظة دي ورقة وقلم واكتبي كل اللي هيخطر على بالك، لأن دي هتبقى أهم قرارات مصيرية هتاخديها في حياتك. عشان ما تعتمديش على الذاكرة، اهتمي بالورقة والقلم واللي هيتكتب فيه. أنا هبدأ أقف على رجلي، أنا هبدأ أتغير، أنا لازم أنجح. هتاخدي خطط. أول مرة في حياتك هتفكري صح. في الوقت ده التفكير ده اكتبيه على ورقة وقلم عشان يتحفر جواكي، عشان تبدأي تتغيري بجد من جواكي. اللحظة دي هتفرق معاكي كتير قوي في راحتك النفسية، وفي نظافتك بشرتك، وفي نظافة روحك من جوه، لأنك هتخرجي كل اللي جواكي من وجع. هتحسي كده كأنك بتنضفي من جوه، كأن روحك بتفوق، كأنك بتطبطبي على نفسك بنفسك، مش مستنية حد يجي يطبطب عليكي. هتاخدي قرارات، نفذيها وابدأي بيها. ما تستنيش اللحظة المناسبة، هي دي اللحظة المناسبة. صدقيني لو قعدتي مع نفسك وفضلتي تقولي كده، وأول باب تبدأي بيه بعد اللحظة دي هو باب ربنا، تقومي تتوضي وتصلي. ويا ريت تكوني بتعملي الجلسة ديت وانتي قاعدة على مصليتك وكنتي مصلية ركعتين. لو كنتي مصلية وبدأتي، قومي صلي، وأول حاجة تعمليها تشكري ربنا إن هو خلاكي تفضي كل اللي جواكي وكل الهموم اللي جواكي. اقعدي اتكلمي مع ربنا في اللحظة دي، قوليله شكرا يا رب، قوليله أنا أسفة على كل حزن وكل وجع. شكرا يا رب لأنك أنت ربي. قوليله شكرا يا رب لأنك أنت الله. اشكري ربنا إن خلاكي تفضي كل اللي جواكي ده اللي كان كاتم على نفسك، اللي كان عامل لك حبوب في بشرتك، اللي كان بيخلي شعرك بيتساقط، اللي كان بيخلي هالات حوالين عينيكي. اوعي تفتكري ان ماسكات ولا كريمات ولا اي حاجة دي ولا اي علاج. انتي من جوه كنتي مليانة ومعبية، كنتي معبية وجع ومعبية حزن ومعبية ألم. نضفي كل ده وفوقي لنفسك، خدي نفسك بالحضن، احضني نفسك في اللحظة دي. قولي لها حقك عليا، أنا تعبتك قوي. قولي لقلبك، قولي له معلش يا قلبي، أنا وجعتك معايا. قولي لعينك ولمخك طبطبي عليهم، قولي لهم أنا تعبتكم معايا. خدي اللحظة دي مصيرية، هتفرق معاكي في كل حياتك صدقيني. بس اوعي ترجعي، اوعي الشيطان يضحك عليكي ويرجعك ويقولك ما منوش فايدة. صدقيني انتي ربنا جعلك في الأرض خليفة، جعلك يكون لك رسالة في الحياة. اوعي تفتكري ان حياتك واقفة على راجل، او تفتكري ان حياتك واقفة على شهادة، او تفتكري ان حياتك واقفة على وظيفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدي ربنا حق عبادته، هو هيجيب لك الزوج الصالح اللي يستحقك، اللي يفرح قلبك. هو اللي هيجيب لك الوظيفة اللي تبقي فيها بتتعاملي بكل احترام وتقدير. هو اللي هيجيب لك البيت، هو اللي هيجيب لك الفلوس. قومي بعلاقتك بربنا، صلي صح، اقرأي القرآن صح، اقرأي بتمعن، افهمي معاني القرآن، صلي صح، استشعري الحمد لله رب العالمين. اشكري ربنا وقولي له شكرا يا رب. افضلي اكتبي بالورقة والقلم وقولي اللهم لك الحمد ولك الشكر. اشكري ربنا على كل حاجة، اشكري ربنا على الجلسة اللي انتي قعدتيها وعملتي فيها كده. الجلسة دي
والله العظيم تساوي ملايين، ملايين ملايين. اعمليها، وكل ما تحسي ان انت هترجعي خشي اتوضي، او لو انت ايا كانت ديانتك ادخلي اقعدي كده مع نفسك وابدأي عيطي. فضي اللي جوه، انت عارفة كأنك من جوه كنت مليانة ومعبية، معبية كتير، كأني عندك جواكي أوضة كده مليانة، عمالة تجيبي كراكيب من الشقة وترمي فيها، تجيبي كراكيبك وترمي وترمي وترمي، والأوضة دي مقفولة ولا فيها نور ولا فيها تهوية ولا فيها أي حاجة غير كراكيب وبس. فيها وجع، فيها حزن، فيها فراق، فيها مصايب، فيها أحزان كتيرة. ده جواكي انتي، خشي جواكي، افتحي الشباك ودخلي النور ونضفي كل اللي جوه، ارمي كل الكراكيب ونضفيها، نضفيها، اغسليها، اغسليها بالدموع، اغسليها ونضفيها، ورشيها بقى بالمعطرات ونضفيها.